عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. لما تقول لي النادي المصري عنده ماتش مع فيوتشر، يبقى أنت كواحد من جمهور بورسعيد لازم تقلق، لأن فيوتشر ماسك مكان في المربع الذهبي من الموسم اللي فات. يعني طبيعي إن نتائجه أحسن بكتير من نتائج المصري. والموسم ده على وجه الخصوص فيوتشر جه عليه وقت كان بينافس الأهلي على القمة. ده غير كمان إنه مستقر فنيا، معاه جهاز فني بقاله موسمين. وفي المقابل النادي المصري كل شويه بيغير جهاز فني. يعني من الاخر كده ماتش فيوتشر هيكون صعب جدا على المصري، لكن في الواقع لاعيبه المصري وجهازهم الفني اثبتوا كفاءتهم وجدارتهم، وفازوا على فيوتشر مرتين ورا بعض مش مره واحده. الاولى من 4 ايام بركلات الترجيح في نصف نهائي كاس الرابطه، والثانيه النهارده اول ايام عيد الاضحى المبارك بنتيجه 2-0 ضمن مباريات الجوله 32 من منافسات الدوري العام. طبعا دي حاجه حلوه وجميله ورجعت لنا الثقه والاستقرار، لكن كل ده يا جماعه ملوش طعم من غير كاس الرابطه. كل ده ملوش اي لازمه من غير ما نكسب كاس الرابطه. وعشان كده اتمنى من لاعيبه النادي المصري ان هم ما يتغروش ويبذلوا اقصى جهد عشان يحافظوا على المستوى ده والنتائج الحلوه دي لحد ما نحقق الهدف الاكبر والاهم، وهو الفوز بكاس الرابطه. الف مبروك للنادي المصري وجماهير بورسعيد العظيمه، وان شاء الله تستمر الانتصارات. وكل عام وحضراتكم بخير وبمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعزائي المشاهدين والمتابعين، إلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله.